بونسوار حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا مدام مروه عزب، وان شاء الله هنشرح مع بعض او هشرح لكم منهج الفرنسي السنه دي. المنهج بتاعنا لطيف جدا، محتاج مننا ان احنا نعمل حاجتين. اول حاجه نركز كويس، تاني حاجه ان احنا نتفرج على الفيديوهات بالترتيب. ده مهم جدا جدا ان احنا نتفرج بالترتيب، لان طبعا الترتيب ده هيخلينا نركز اكتر ونعرف المعلومات اكتر ونحفظ احسن. تمام. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تستفيدوا وان انتوا تفهموا كويس الشرح، واتمنى يكون مفيد بالنسبه لكم، واهم حاجه تحبوا الفرنسي. ويلا بينا نبدا النهارده. اول درس عندنا اسمه لا رونتري. لا رونتري يعني معناه العوده، والعوده هنا المقصود بيها العوده الى المدرسه. تمام. ويلا بينا نقرا مع بعض كده ونركز. وقبل ما نقرا اي حاجه ونبدا نقول بسم الله. عندنا هنا محادثه ما بين واحد اسمه ميدو وما بين سوزان. يبقى ميدو وسوزان بيتكلموا مع بعض. ميدو بيقول لها ايه؟ بيقول لها بونجور، كومون تابيلتو؟ صباح الخير، انت اسمك ايه؟ سوزان قالت له بونجور، جو مابيل سوزان، اي توا كومون تابيلتو؟ صباح الخير، انا اسمي سوزان، وانت اسمك ايه؟ ميدو قال لها موا جو مابيل ميدو، انا اسمي ميدو. كالا جاتو سوزان؟ عندك كم سنة يا سوزان؟ قالت له جي 11 ans. et toi؟ أنا عندي 11 سنة. وأنت؟ ميدو قال لها موا جي 12 ans. أنا عندي 12 سنة. ميدو عنده إيه؟ 12 سنة. تمام؟ سوزان قالت له tu es en quelle année؟ هو أنت في أنهي سنة دراسية؟ المقصود بالسؤال ده quelle année يعني أنهي سنة دراسية، يعني أنت في سنة كام؟ ميدو قال لها je suis en 4e primaire. et toi؟ أنا في سنة رابعة ابتدائي. وأنتي؟ سوزان قالت له moi je suis en 3e primaire. أنا أكون في تالتة ابتدائي. بريمير يعني ابتدائي. تمام. ميدو قال لها au revoir سوزان، مع السلامة أو باي باي يا سوزان، وهي قالت له au revoir ميدو، باي باي يا ميدو. تمام. دي كده المحادثة أو الكونفرساسيون اللي ما بين ميدو وما بين سوزان. فيها الحاجات المهمة اللي هي بونجور، السالوتاسيون اللي هي السلامات، اللي هي بونجور والتعارف والكلام من ده. وده أخدناه السنة اللي فاتت في المنهج بتاعنا لو تفتكروا. ده من الدروس المهمة أو من بدائيات الفرنسي. قدامنا هنا مجموعة من الكلمات أو الأوبجي سكولير، يعني المواد، مش المواد، الأشياء. أوبجي يعني شيء، سكولير مدرسية. تعالوا نقراها مع بعض كويس قوي. طبعا عندنا لو كايي، كايي اللي هي الكراسة. لو ستيلو، الستيلو اللي هو القلم الأزرق زي اللي في إيدي ده كده، ده اسمه ستيلو. عندنا كمان لورديناتور، لورديناتور اللي هو الكمبيوتر. وفي كمان لا جوم، الجوم اللي هي الجومة. لو بيرفوراتور، لو بيرفوراتور اللي هي الخرامة اللي احنا بنخرم بيها الورق. تمام. لو بيرفوراتور. لو كوريكتور، الكوريكتور اللي هو الكوريكتور اللي هو اللي بيبقى القلم اللي فيه في ليكويد كده لونه ابيض اللي بنمسح بيه الكلام. تمام. لو كوريكتور عارفينه طبعا. وعندنا لا جرافوز، الدباسه، لا جرافوز. لو ترومبون، ترومبون اللي هو الدبوس الصغنن ده، لو ترومبون. لو تاي كريون، لو تاي كريون، التاي كريون اللي هي البرايه. لا ريجل، لا ريجل المسطره. لا كالكولاتريس، كالكولاتريس اللي هي الآلة الحاسبة. لا كول، الكول اللي هي الجلو. لو كريون، القلم الرصاص، لو كريون. لو بابيي، بابيي اللي هي الورقة. ولا تروس، المقلمة. تعالوا مع بعض نقراهم تاني. لو كايي، لو ستيلو، l'ordinateur, la gomme, le perforateur, le correcteur, la graffeuse, le trombone, le taille-crayon, la règle, la calculatrice, la colle, le crayon, le papier, la trousse. تعالوا بقى نعمل اكزرسيس. طبعا عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا. من المهم جدا ان احنا لما نحل اي اكزرسيس فيه اسوسي او رولي، في توصيل يعني اسوسي، لازم نقرا الناحيتين الاول كويس ونتاكد ايه، يعني نعمل لهم ترانسليشن كده، ترجمه في مخنا، وبعد كده نحل عشان نضمن ان احنا نحل صح. كالا جاتو؟ عندك كام سنه؟ كومون تو تابيل؟ اسمك ايه؟ كاسكو سي؟ ما هذا؟
tu y en quelle année انت في انهي سنة دراسية. qu'est-ce que tu as انت عندك ايه. c'est une trousse دي مقلمة. je m'appelle مارك اسمي مارك. j'ai 10 ans عندي 10 سنوات. j'ai une règle rouge عندي مسطرة حمراء. je suis en 5e primaire أنا في سنة 5. جميل جميل. يلا بينا يلا بينا. طيب أول سؤال عندنا بيقول كلاجاتو عندك كام سنة أو عندك كام سنة. على طول هيبقى j'ai 10 ans. يبقى هيبقى مع سي. comment tu t'appelles اسمك ايه. je m'appelle مارك. ب qu'est-ce que c'est. qu'est-ce que c'est ده السؤال لغير العاقل. لما بنسأل على شيء على حاجة بنقول qu'est-ce que c'est ما هذا. أو باللغة العامية بنقول ايه ده. qu'est-ce que c'est. c'est une trousse دي مقلمة. يبقى توا مع ب. tu y en quelle année انت في انهي سنة دراسية او انت سنة كام. tu y en quelle année. je suis en 5e primaire. يبقى 4 مع e. واخر حاجة qu'est-ce que tu as انت عندك ايه. انت معاك ايه. j'ai une règle rouge يعني انا عندي مسطرة لونها احمر. يبقى 5 مع دي. كده احنا متأكدين الاجابات بتاعتنا كلها ايه صح. هنا عندنا مديك صور كده وبيقولك اكتب ايه جمل. انا كتبت هنا مثلا ميدو 11 ميدو عنده 11 سنة. سوزان اي en 5e primaire سوزان في سنة 5 ابتدائي. جي اون كالكولاتريس انا عندي كالكولاتريس. سي ان اورديناتور ده كمبيوتر. سي ان اورديناتور ده كده جمل. انت طبعا تقدر تكتب اي جمل تانية تشوف انها صح. دي كده جمل انا كاتباها. انتوا طبعا ايه زودوا من عندكم اكتبوا على التروس واكتبوا على الكل. جميل. تعالوا مع بعض نعمل اكسرسيس تاني. بيقول شاس لانترو يعني احذف الكلمة المختلفة. تمام كده. عندنا بيرفوراتور وكالكولاتريس وكول. طيب انا شايفة ان الكول هي اللي مختلفة لان دول يعني الكول دي اللي هي حاجة فيها ليكويد اللي هي الجلو. ممكن نشيل الكول. ترومبون جوم كريون. والله بصوا هو كل دي اوبجي سكولير كل دي ادوات مدرسيه. ولكن احنا ممكن نشيل الترومبون لان الجوم والكريون احنا بنستخدمهم مع بعض. كومون اج كيل. عندنا كومون وكال دي اساليب استفهام هنشيل اج. اوريفوار بونجور اني طبعا هنشيل الاني لان احنا بنستخدم الاوريفوار والبونجور في خلال اليوم. اوريفوار معناها مع السلامه وبونجور معناها صباح الخير. تروس اجرافوز اورديناتور يعني نشيل الاورديناتور لان ده جهاز كمبيوتر ودول ادوات ايه مدرسيه. تعالوا هنا ريبون او كيستيون يعني جاوب على الاسئله. كومون تابيل تو اسمك ايه. جو مابيل اي حاجه. ممكن نقول جو مابيل ميدو جو مابيل هنا اي حاجه. كالاجاتو جي 10 عندي 10 سنوات. tu y en quelle année انت في انهي سنة دراسية او في سنة كام. انا كتبت هنا je suis en 5e année primaire يعني في سنة 5 ابتدائي. وهنا كده عندنا الصور والحاجات. j'achète mes objets scolaires اهي objets scolaires اللي قلت لكم عليها اللي هي الادوات المدرسية يعني اشتري ادواتي المدرسية. j'ai 11 ans عندي 11 سنة. j'efface avec le correcteur. efface معناها يمسح او يمحي. احنا بنمسح بحاجتين بالكوركتور وبالجم. فجيفاس افيك لو كوركتور. وهنا aujourd'hui c'est la rentrée يعني النهارده العوده او الرجوع الى المدرسه. تمام. لي لي فراز سويفونت اي كومبرون. اقرا الجمل اللي جايه دي وافهم. مهمه جدا الجمل دي على فكره بيجي منها اكسرسيس كتير جدا. تعالوا مع بعض نقراها سوا. اول حاجه عندنا جيكري مون ديفوار انا اكتب واجباتي. avec le stylo ou le feutre بكتب واجباتي بالقلم الازرق اللي هو ده زي اللي في ايدي ده. ou le feutre الفطر اللي هي القلمه الالوان الخشب او الشمع اسمها فطر. تمام اللي هي دي. tu lis dans le livre انت بتقرا جوه الكتاب او بتقرا الكتاب. et tu fais le devoir dans le cahier وبتعمل الواجب في الكراسه. tu fais le devoir dans le cahier بتكتب الواجب في الكراسة. il dessine avec les feutres هو بيرسم بالألوان. il dessine يرسم بالألوان. il utilise يستخدم la gomme الجومة ou le correcteur أو الكوركتور pour effacer les fautes علشان يمسح
الأخطاء. effacer يعني لمحو أو لمسح الأخطاء. j'utilise أنا أستخدم la calculatrice الكالكوليتر quand j'étudie عندما les mathématiques عندما أذاكر الماس. j'utilise أستخدم l'agrafeuse sert à couper les papiers. الأجرافوز اللي هي دي تساعد سير يعني تساعد à grouper l'agrafeuse باردون دي الاجرافوز اللي هي الدباسه à grouper les papiers. الاجرافوز بتساعدنا على ان احنا نعمل الاوراق جروب. يعني ايه نعملها جروب؟ يعني كده ان احنا ندبس الايه الورق مع بعض نخليه جروب جروبي نخليه جروب مع بعض كده grouper les papiers. je souligne avec la règle انا بسطر بالمسطره. souligne اعمل كده سطر كده بالمسطره souligne كده ماشي. j'aime écrire avec le feutre احب اكتب بالايه بالفوتر. je colle انا بلزق les feuilles انا بلزق الورق avec la colle باللزق ده. il perfore les papiers avec le perforateur انا هو perfore بيخرم الورق بالبرفوراتور. شايفين بيرفور وبيرفور بيرفوراتور وبيرفور ماشي. يبقى الفيرب هنا من الكلمه نفسها. جميل. ايه رايكم في الكلام ده؟ تمام ولا مش تمام؟ طبعا بعد ما ذاكرنا الجمل اللي فاتت كلها وقريناها كويس عايزاكم تقروها كويس ولو في حاجه مش واضحه عيدوا تاني الجزء بتاعها واسمعوه كويس. هنا عندنا كومبليت انا كتبت هنا je souligne avec la règle يعني انا بسطر بالمسطره. je perfore les papiers avec le perforateur انا بخرم الورق بالخرامه اللي هي دي. j'écris avec les feutres يعني انا بكتب بالقلمه. انا كتبت هنا جيكري او ممكن je dessine انا برسم ماشي. دي كده صح ودي كده صح. je lis dans le livre انا بقرا في الكتاب. هنا كتبت هنا je fais mon devoir avec le stylo انا بعمل الواجب بتاعي بالقلم ده. او ممكن نخليها جيكري بس طبعا هنشيل الاو هيبقى كده خليها je fais احسن خلاص. وهنا je dessine برضو احسن. جميل جميل. عندنا طبعا دي بقى سهل جدا جدا بقى ده شغل بقى سنة تانية بقى وكده صح. عندنا دي طبعا تروس وده كالكولاتريس وده اورديناتور. انا على فكره بقى انا بحب اوصل قوي. المفروض ان احنا هنكتب كده تحت في التابلو بس انا بقى هوصل. ادي التروس وادي الاورديناتور وادي الكالكولاتريس. اكتبوا بقى هنا كل حاجه قدامها ايه. تمام. هنا بقى اكزرسيس كاسكو تو اشيت على رونتري. انت هتشتري ايه في العوده للمدرسه؟ على رونتري جاشيت 7 كايي هشتري 7 كراسات، 2 كريون قلمين رصاص، 3 ستيلو قلمين جاف، اون كالكولاتريس وكالكولاتريس كالكوليتر. ممكن تكتب بقى هنا لا رونتري عند العوده الى المدرسه جاشيت. اكتب بقى كل جمل زي ما انت بقى عايز براحتك عيش حياتك. تمام. طب احنا كده خلصنا النهارده الدرس الاولاني لسون لا رونتري بمعنى العوده الى المدرسه. اتمنى يكون الفيديو كان كويس وتكونوا استفدتوا منه ان شاء الله. هنكمل المره اللي جايه. مش بحب اعمل فيديوهات طويله. هنكمل ان شاء الله المره اللي جايه. هناخد لسون 2. عندنا لسون 2 بيتكلم على ايه بقى؟ بيتكلم على الديمونستراتيف او اسماء الاشاره وده درس لذيذ جدا جدا جدا. اشوفكم ان شاء الله المره اللي جايه على خير واقول لكم ايه دلوقتي. au revoir باي باي.